السلام عليكم شباب، ربي يوفقكم. تكريك البيض واي بيض اكرك، وشلون اكرك البيض ويا حجم. اخوان اكو بيضات نشوف بيض ما مألوف الفقسه، نجي اسمه للفقاسه نخليه بالفقاسه او جو دجاجه ما يطلع هسه مثل هاي البيضه. يعني اخوان العفو مو اصغر الموجودين انا، لكن انا وصلت صراحه وصلت لمرحله قمت يعني هالقد ما عندي ممارسه بالدجاج اعرف البيضه تطلع او ما تطلع. هسه مثل هاي البيضه شفتها غير مألوفة طبعا من هذا نيجي الفريات. هاي بيضة بيها صفارين. شلون عرفت بيها صفارين اخوان؟ من حجمها، خلاص هاي حجمها والمدبب مالتها يقول بيها صفارين. هاي من اجي اكرك خليني اتاكد لكم قدامكم نكسرها خاف تقولون نوار عمه واحد يسولف. هاي صفارين صلوات على محمد وآل بيت محمد. هاي بيضة واحدة خاف يقولون حاط بيها لو فتشي، لا والله الكريم هاي بيها صفارين. شلون عرفت بيها صفارين اخوان؟ بيضة شكلها ما مألوف كبيرة، فدائما بالتكريك خلي عندك فراسة مهارة، وربي يوفقكم ان شاء الله. البيضة دائما متوسطة افضلية بالتكريك، كبيرة الزايد هاي دائما يصير بيها صفارين. تحياتي لكم شباب، ربي يوفقكم.